تداول ناشطون يمنيون صوراً ومقاطع فيديو تظهر لحظة انهيار جسر حديدي مخصص للمشاة في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء، في حادثة مفاجئة تسببت بحالة من الذعر في صفوف المرة وأدت إلى إصابات متفاوتة. وبحسب روايات محلية، وقع الانهيار بشكل سريع أثناء مرور عدد من الأشخاص على الجسر، ما أدى إلى سقوطهم مع أجزاء من الهيكل الحديدي على الأرض وسط حالة من الفوضى في الموقع. وأفادت المصادر بأن الحادث تسبب في إصابات متفرقة بين المواطنين دون تسجيل حالات وفاة حتى الآن، بينما جرى نقل المصابين إلى مرافق طبية قريبة لتلقي العلاج. كما أدى سقوط الجسر إلى إغلاق الطريق بشكل كامل وازدحام مروري كبير في المنطقة، خاصة وأن الموقع يقع داخل سوق شعبي مزدحم يشهد حركة نشطة طوال اليوم. وأشارت إفادات متداولة إلى أن الرياح القوية التي شهدتها المنطقة قد تكون أحد العوامل المساهمة في الحادث، في حين رجح آخرون أن ضعف الصيانة والتأكل قد يكونان سبباً رئيسياً في انهيار الهيكل الحديدي. وأعرب شهود عيان عن قلقهم من احتمال وجود عالقين تحت أجزاء من الركام في اللحظات الأولى للحادث، ما استدعى تدخلات عاجلة من الموجودين في المكان قبل وصول فرق. وأشارت إفادات متداولة إلى أن رياحاً قوية ضربت المنطقة قبل الحادث، ما قد يكون ساهم في انهيار الهيكل الحديدي، إلا أن آخرين رجحوا أن السبب يعود إلى تأكل في البنية وضعف الصيانة الدورية للجسر، الذي يعد أحد المعابر الحيوية للمشاة في المنطقة. وفي السياق نفسه، عبر سكان محليون عن مخاوفهم من تكرار مثل هذه الحوادث.